السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحة واحسن حال، اللهم امين. النهارده فيديو جديد وروتين جديد. لو لسه اول مرة بتشوفيني فانا خلود ودي قناتي، اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وحشتوني والله، بقالي ازيد من اسبوع ما بنزلش اي حاجة، بس النت عندي كان فاصل والحمد لله يعني اشتغل. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو دوت وكومنتات كتير كده علشان خاطر كومنتات كتير بقى عشان خاطر الفيديو يقترح كده والقناة تكبر بإذن الله. النهاردة بقى هعمل معاكم اللفت. انا اول مرة بصراحة اعمل مخلل، مش هكذب عليكم، بس عملته طلع حلو جدا. بعتذر برضو على صوت ايلين يعني، بس زي ما انا معرفاكم ايلين ما بتنامش. المهم بقى نزلت كده جبت اللفت وقشرت كده الحتة اللي من فوق واللي من تحت برضو، وهغسله كويس جدا. على فكرة انا غسلته كويس قوي، فلما نقعته لقيته منزلش طينة ولا اي حاجة، فانتي لو غسلتيه كويس مش لازم ان انتي تنقعيه. هنا بقى كده كنت شلت خلاص يعني، قطعت اللي هو العروق اللي فيها، وبعد كده هنضف الباقي بقى. بكون طبعا ايه يعني المخلل ده عشان تيجي تعمليه بتكوني مخلصة الاكل بتاعك وترويقك وكل حاجة يعني. ده اخر حاجة انا عاملاها بالليل، كنت عاملاه بالليل بعد ما خلصت كل اللي ورايا بصراحة. مسكته كده قطعته وغسلته كويس جدا من الطينة، وبرضه نقعته حوالي ازيد من ساعة ونص علشان لو في اي طينة تاني ولا حاجة تكون نزلت منه. طبعا هو ما بيتقشرش ولا حاجة، انا بس ايه بشيل اللي هي الحتت المتوسخة شوية فيه. وان شاء الله برضو هعمل معاكم المخلل الخيار. الخيار حلو جدا لو ملحتوه يعني وعملتوه كده مخلل، بيتاكل بقى جنب الشاورما، جنب حواوشي، الاكل اللي هو ايه الحلو اللي احنا بنحبوه ده. وكمان بصراحة الخيار المخلل انا حبيته اكتر واكتر مع الشاورما. يعني انا دايما لما كنت بجيب شاورما من بره بلاقيها فيها خيار مخلل، فحبيته قوي. فان شاء الله هعمله معاكم، وكمان تقريبا الخيار رخص اليومين دول، فان شاء الله هعمله معاكم قريب باذن الله. هنا بقى كده كنت بشيل هنا اللي هي الراس، اللي هي الحته اللي فوق دي كده، علشان خاطر لما اجي اقطعه. انا قطعته بالقطاعه بتاعته، كنت جايباها في حاجتي يعني. انتي بقى لو ما عندكيش القطاعه دي قطعيه بالسكينه عادي، اي تقطيعه انتي عايزاها، بس الافضل ان انتي تقطعيه صغير عشان خاطر يستوي بسرعه، اللي هو يعني يتخلل بسرعه ما ياخدش وقت. بصوا بقى كده كان منزل طينه جامده في الحوض، وخلي بالك برضو علشان خاطر ما تسدش الحوض خلي فيه صفايه. كنت خلاص بقى هنا كده قربت اخلصه. طمنوني عليكم بقى عاملين ايه الاخبار؟ والله وحشتوني يعني، بجد انتوا وحشتوني، كنت مفتقداكوا قوي. بس ان شاء الله الفتره دي هنزل معاكم فيديوهات كل يوم علشان خاطر نرجع القناه تاني عدد المشاهدات يعني باذن الله. بصوا بقى انا هنا كنت جبت القطاعه دي وقطعتها كده بيها. انا هقطع معاكم حاجات بسيطه وهكمل بقى الباقي مع نفسي. كنت الاول بقطعه كده دواير بالسكينه العاديه، وبعد كده بكمل بالسكينه التانية بصراحه. ولازم طبعا تكوني مقطعاه متساوي يعني كله قد بعضه، لو عرفتي يعني على قد ما تقدري ان انتي تخليه كله قد بعضه. بصوا بقى شايفين بقطعه ازاي. قطعته بقى ايه، عايزه تقطعيه بالطول، عايزه تقطعي اي تقطيعه انت عايزاه اعملي بيها. حلو برضو بصراحه، بحس انه بيفتح النفس كده عن الاكل يعني. كمل بقى كده تقطيعه اهو، بقطعه دواير وبعد كده هقطعه بالطول. انا اللي هو الطويل ديت قسمتها نصين بصراحه في باقي الفيديو، بس مع نفسي يعني. شايفين بقى كده بصوا بيدي كده منظر شكل، قصدي عفوا الزجزاج، وحلو جدا. تحسي ان انتي جايباه من بره يعني، عشان طبعا بره بيقطعوا بالسكينه دي. وعلى فكره هي رخيصه جدا يعني، مش غاليه، تقريبا ب10 او ب12 جنيه. اهو بقى قطعي كده زي ما انتي عايزه. بصي بقى انا هقولك على الطريقه. اول حاجه انا قطعته كده كويس جدا، وبعد كده حطيته في كروانه يعني، نقعته فيها حوالي ساعة او ساعتين. بس انا ما حطيتش عليه ملح لان في ناس بيحطوا عليه ملح، انا ما حبيتش خالص احط عليه ملح.
هو نقعته كده في المية وبعد كده شطفته كويس قوي تحت المية برضو. وجبت برطمان طبعا بيكون متعقم كويس، غسلاه ومعقماه كويس. وبحط كيس ملح، يعني على الكمية دي حطيت عليها كيس ملح، والحمد لله طلعت يعني طلع مظبوط، ولا حادق ولا عادب، طلع مظبوط. كيس ملح صغير تقريبا، هنا كنت جايبة حوالي كيلو تقريبا، مش فاكرة والله، مش فاكرة بصراحة الكمية كانت قد ايه. وحطيت بقى كيس الملح مع المية، دوبته كويس اوي في المية، وبعد كده نزلت عليه باللفت. وبتقفلي عليه 3 ايام. المفروض كنت حطيت معاه بنجر، بس انا كنت نازله السوق بصراحه متاخر بعد العصر، وما كنتش عامله حسابي اساسا ان انا هجيب لفت يعني واخلي اللفت وكده اليوم دوت. فلقيت يعني الست ان هي بتديهولي وكده، وبتقولي والله دولت اخر حبه خليني امشي، فصعبت عليا قلت اخدهم. فما لقيتش بنجر بقى، زي ما قلت لكم كنت نازله بعد العصر، فكان يعتبر اغلبيه السوق خلاص. وعلى فكره من غير بنجر طلع لونه بينك، وطلع يعني ولونه كويس يعني مش وحش. وكمان بيقولوا ان احلى اللفت بتاع شهر 12 مش بيحتاج بنجر خالص. وانا بصراحه ما حطيتلوش، وطلع لونه كويس، يعني طلع اللون اللي هو البينك بتاعه العادي. بصوا بقى هنا كنت شطفته برضو قبل ما انقعه، برضو قعدت اشطف فيه واغسله كويس اهو. بقى اشطفه كده تحت الميه، بنزل منه اي طينه اي تراب اي حاجه، اغسله كده. وفي ناس برضو بتحط العروق، بس انا بصراحه ما باكلهاش فمرضتش احطها اهو. كده بقى ايه، هنقعه بعد ما غسلته كويس، هنقعه تاني. انتي بقى لو عايزه يعني تستغني عن الخطوه دي ان انتي تنقعيه وانتي خلاص واثقه انتي غسلتيه كويس، عادي مفيش مشكله. بس انا برضو كنت بعقم البرطمان وكده، فقلت خلاص هسيبه يتنقع شويه برضو عبال ما اخلص الحاجه التانية. هنا بقى البرطمان كان خلاص عقمته تمام. هجيب بقى اللفت، هصفيه كويس جدا، وبعد كده هحطه في البرطمان. انا قفلت عليه 4 ايام، وبرضو تقريبا فتحت اليوم الخامس او السادس ولقيته طعمه حلو وكان مستوي يعني تمام. ما تفتحيش عليه اول 3 ايام علشان خاطر ما يطراش منك، دي اهم حاجه. هنا برضو كنت شطفته تاني. انا بقى موسوسه شويه في الحاجات دي، لازم اشطف الحاجه مره واتنين وتلاته واتاكد ان هي نظيفه، لان طبعا احنا ما قشرناهوش وكده، فلازم اتاكد من ان الحاجه نظيفه تماما. هجيب بقى كده اللفت واحطه في البرطمان. هنا الكميه دي عملت معايا البرطمان الكبير ده وبرطمان تاني صغير، حوالي كان بياخد معايا مثلا نص كيلو دقيق. حط كده بقى، انت عايزه مش عارفه بصراحه بيحطوا معاه فلفل ولا لا، بس انا بشوف اغلب الناس بيحطوا معاه العروق اللي هي بتاعته الطويله دي، بس انا فضلت اخليه كده لوحده. لو انتوا بقى بتحبوا العروق وكده تمام عادي حطيها. الرخامه كانت عندي نظيفه فتمام، اي حاجه بتقع عليها بلمها، لان انا كنت برضو غاسله الرخامه ومخليها زي الفل. عشان كده بقولكوا الوقت اللي انتوا بتبقوا فاضيين فيه اعملوا فيه مثلا المخلل الحاجات دي، ما تعملهاش وانتي واقفه بتطبخي عشان ما يبقاش فيه لخمه معاكي. هنا بقى جبت كده شويه ميه وهدوب فيها الملح وانزل عليها على البرطمان. لو وصلتي لحد هنا بقى متنسيش تعملي لايك للفيديو وتكتبي لي كده كومنت حلو زيك، علشان خاطر ان شاء الله تشجع وانزل لكم فيديوهات على طول. دوبي بقى، اهم حاجه لازم تدوبوا الملح كويس جدا. بصوا انا قلبت الملح كده، لازم تتاكدي ان الملح داب في الميه كويس. كان نفسي بصراحه اعمل معاكم كمان الليمون والزيتون، بس انا ما باكلهمش حرام يعني هعملهم ليه. بس ممكن ان شاء الله بصور لكم ماما وهي بتعمل. بتبقى والله انا كنت بعمل بقى وايه وانا خايفه بقى، بس الحمد لله والله طلع حلو قوي. جربوه بقى ان شاء الله وهيعجبكم. هو اصلا طريقته سهله، يعني ما شفتش حد عمل حاجه اكتر من كده، غير ان هما في النقع بس بتاع الميه بيحطوا له ملح. الملح كمان سمعت كذا حد بيقول ان انا لو نقعته بملح بيطرى،
فانتي طبعا بتبقى عايزاه كده مقرمش وحلو، فمرضتش احطله ملح. هزود بقى كده كمية المية وهقفل عليه وخلاص بقى كده تمام. وهكمل بقى ايه باقي البرطمان التاني مع نفسي. فلتبقى اهم حاجة تكوني قافلاه كويس جدا برضه عشان ما يخشلوش اي هوا ولا اي حاجة. وهنا بقى كده كنت خلاص خلصت. انا في مرحلة البوتي تريننج، والمرحلة دي صعبة صعبة صعبة. مسكت بقى كده الرخامات بتاعة المطبخ نضفتها، وهطلع كمان اعمل الريسبشن عشان للاسف لقيتها عامله لي حمام بره. فشلت بقى السجاده وحطيتها في الشمس كمان تتهوى. بصوا هو الفيديو ده مقاطع ومقاطع، يعني مش كله في يوم واحد بصراحه، فانا جمعته لكم يعني في يوم واحد. مسحت بقى كده الرخامات وبرضه همسح الارض بتاعه المطبخ بس مش معاكم يعني. شغلت برضو غسالة الاطباق، كان عندي كده كام طبق ومحتاجة ان انا اشغلها، فقلت خلاص ايه هعبي الغسالة واشغلها. برضو كنست ارضية المطبخ بس ما جبتهاش معاكم. وهطلع بقى البلكونة هكنس كده النجيلة برضو، ما شلتهاش بصراحة لان في فيديو تاني هينزل لكم كنت شايلاها. لميت بقى كده السجادة وقلت لازم امسح. مرحلة صعبة وادعولي فيها بجد، ادعولي ان هي تخلص. نضفت كده الانتريه. ما بنطلعوش يعني منطلعوش نقعدوا برا كتير، بس الكام يوم دولت قلت تغيير يعني وكده اطلع برا شوية. ويا ريتني ما طلعت، يعني حمام بقى على الانتريه على السجاد. وزي ما قلت لكم انا بحب دايما الاستقبال بتاع الضيوف يكون نظيف. الضيوف اللي ما بتجيش بس برضو لازم تكون الواجهة بتاعت الشقة دايما نظيفة. فقلت لا خلاص انا هاخدها بقى وهخش بيها تاني اوضة الليفينج لحد ما نخلص المرحلة دي وتتعود، وبعد كده نبقى نطلع نقعد برا تاني شوية تغيير يعني. شغلت كده بقى المكنسة وشفطت الارض، وانا كنت كمان هعمل معاكم هنا تنظيفة بقى للمكنسة، ما كانتش بتشفط معايا كويس. فقلت لا خلاص كده هي محتاجة تتنضف، وانا بقالي بصراحة فترة ما نضفتهاش. وبصراحة من بعد ما نضفتها وهي ما شاء الله جميلة وفعلا قوة الشفط عندي بتقل لما المكنسة بتبقى مش نظيفة ومحتاجة تعمل يعني تتنضف تنظيفة عميقة. بصوا بقى هنا كده النجيلة برضو كانت نظيفة عندي تمام. طلعت بقى السجادة تتنضف ومسكت السجادة، هي ما عملتش على السجاد بصراحة بس برضو ايه علشان خاطر نظافة يعني وكده، مسكت عملت شوية مية سخنين ومعاهم بصوا جبت كروانة حطيت فيها شوية كلوركس الوان وفانيش برضو بودرة وشوية كده برسل جل، وبالفرشة بقى كده ومشيت عليها بالسجادة وسبتها تتهوى حوالي ساعتين في الشمس علشان خاطر تبقى برضو مفيش ريحة كمثامة وكده. وهنا بقى جبت الموب وحطيت برضو فيها كلور الوان ومسحت بيها الارض كلها شوية كلور الوان، وحطيت كمان عليه معطر وحبة فانيش بودرة. مسحت بقى كده الجزئية بتاعت الانتريه كلها. السفرة عندي كانت نضيفة ما كانتش محتاجة يعني ان هي تتشال وتتمسح، فمسحت الجزئية بتاعت الانتريه. الموب دي جميلة بصراحة وانجزت معايا على طول، وقطع الغيار بتاعتها مش غالية وبتيجي كمان معاها 3 قطع غيار. انا مخصصة واحدة منهم بصراحة للحيطة، بتخلي لي الحيطة زي الفل بصراحة. دايما على طول كده لما الحيطة عندي بتتوسخ ولا حاجة بحط فيها شوية كربوناتو وشوية مياه سخنة، بتخلي لي الحيطة زي الفل وترجع الحيطة تاني جديدة. والله جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. هنا بقى كنت فرشت الارض وشديت الستارة كده، وهعطر بقى الجزئية بتاعة الريسبشن بتاعة الانتريه ديت وهاخدها بقى واخش جوه خلاص. بصوا بقى هنا برضو المكنسة دي بقى انا جبت كده كيسة وفضيت فيها التراب كله، كانت مطلعة كمية تراب فعلا عندها حق ان هي ما تنضفش معايا بصراحة. بصوا كمية تراب
انا بكنس بيها كل حاجه، حتى لو قدام باب الشقه بطلع اكنس بيها بصراحه قدام باب الشقه، عشان خاطر بقى ايه التراب لو كنست بالمكنسه العاديه هتخشلي تاني وكده. فكنت يعني مدمراها اليومين اللي فاتوا دول، نضفتها كويس جدا من التراب. يعني انتوا خلي بالكوا دايما من نظافة المكنسة. بصراحة انا ما بسيبهاش توصل للمرحلة دي، بس عشان التصوير بسيبها. يعني حتى التلاجة برضو عندي كانت على طول اول ما الرف بحس ان هو لا في بقع ولا حاجة بشيله وبنضفه على طول، وممكن يكون الرف التاني زي الفل. دلوقتي لا، اللي هو انا بسيب التلاجة تجيب اخرها علشان خاطر اصور معاك. بصوا بقى كمية الاتساخات نازلة منها. انا الاول كده بشطفها بنزل منها التراب، وبعد كده بقى هغسلها بالشامبو بتاع السجاد. كان عندي شامبو سجاد كده ريحته حلوه، فقلت بقى هغسله بيها يعني عشان خاطر يدي ريحه كويسه في الحوض بقى كده. فضلت انزل كل الاتساخات اللي فيها. هو ده بصراحه عيب المكنسه اللي بكيس. في المكنسه تانية بقى كده بعلبه، العلبه افضل بصراحه، ما بيبقاش فيها الكيس ده، بتبقى علبه كده، علبه شفافه اكليريك تقريبا، وبتبقى حلوه يعني. نضفت بقى واتأكدت ان الاتساخات كلها نزلت منه. هروح رايحة جايبة شوية شامبو علشان خاطر كمان لما اجي اشغل المكنسة يديها ريحة حلوة، وده اللي حصل. حطيت الاول هنا شوية رابسو، حطيت الاول هو برضو شوية رابسو. بصوا نزلت اتساخات برضو جامدة. طبعا انتوا بتسيبوا الكيس دوت ينشف تماما. انا غسلت المكنسة كلها بالمية، بسيبها تنشف تماما. ببقى عارفة ان انا مثلا هقعد بكرة وبعده مش هشغل المكنسة، هقعد يومين ما شغلش المكنسة. فلازم تكونوا عارفين النقطة دي كويس عشان خاطر الموتور ما يتحرقش. يعني انا بغسل الخرطوم الاسود اللي انا بوصله بالموتور، وبغسل كمان العمود اللي هو الاستانلس دوت. فلازم تكوني متأكدة ان هو ناشف تماما. بنشفه ازاي؟ بحطه في البلكونة كده في الشمس كده وفي الهواء وبينشف. هو ما بيقعدش يعني يومين ولا حاجة، بس يعني احتياطي. جبت بقى كده شوية شامبو عشان خاطر يديها ريحة حلوة. كنت جايبة شامبو سجاد بقى علشان خاطر عندي سجادة المطبخ برضو كانت مبهدلها لي، فقلت لا لازم اغسلها، مش هينفع نقعد عليها وهي كده. خلاص بقى اتأكدت ان المية اللي نازلة تمام نضيفة، فبكمل بقى شطف فيه. ولما تيجي بقى كده تركبيه في المكنسة رشي عليه شوية معطر وشغلي المكنسة وشمي الريحة بقى كده وانتي بتنضفي الشقة. وممكن برضو تحطيه، في ناس بيحطوله بيكنج باودر او كربوناتو او ملح ليمون، عشان خاطر بيقولوا يعني لو في ريحة وحشة في السجاد هي يعني بتشفطها. بصوا بقى هنا كنت جبت كده اهوت العمود الاستانلس ده، اتأكد برضو ان هو تمام ونضيف. بتشطفيه كده بقى ايه بالخرطوم دوت اهو. برضو الخرطوم الاسود دوت هو ده اللي انا قصدي عليه، ان هو متوصل بالموتور. فاي شويه ميه هيجوا على الموتور خلاص يعني الموتور باظ. وحرام طبعا الاجهزه بقت غاليه دلوقتي، فخلي بالك. انا قعدت هنا حوالي يومين ما شغلتش المكنسه، فقلت تمام اهم حاجه اللي هو ايه يعني نحافظ على الحاجه يا جماعه، عشان خاطر الحاجه بقت غاليه ومش هنعرف نجيبها تاني خلاص. شطفته بقى كده من بره ومن جوه، اتاكدت ان هو بينزل ميه تمام نضيفه. الجزء ده بقى اللي هو بيكنس الارض، بيبقى فيه كده مسامير بتفكيها. بصوا انا هنا بقى بفكها كده، وبتغسلي بقى اللي هي الفرشة ذات نفسها، وبرضو نشفتها كويس جدا. وبعد كده رحت ربطها تاني ومفيش اي حاجة، والمكنسة رجعت قوة الشفط بتاعتها عالية تاني وكويسة. وحتى مطلعة ريحة حلوة، كل ما بكنس بيها مطلعة ريحة حلوة في الشقة يعني. شوفي بقى لو انتي كده بقالك فترة ما عملتيش المكنسة تشجعي وقومي اعمليها. وما تنسيش برضو تعملي لايك للفيديو دوت. واشوفكم بقى في فيديو جديد، مع السلامة.